السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبالصحة والسلامة. كنشكر جميع الإخوة والأخوات داخل وخارج أرض الوطن. ما تبخلوش علينا بالإعجاب، كتنساو الإعجاب وبالانخراط اللي كيعجبوا هذا المحتوى. هزوا بينا شي شوية، الله يجازيكم بالخير. شحال هادي كنعقل انا 2000 وقبل 2000 وحتى مور 2000 البنت او ماشي بنت وحده خارجه الطريق او زوجة الراجل، المهم المراه او البنت ما تقدرش تخرج للشارع وتبين المفاتين نتاعها. كان شويه ديال الحياة وشويه ديال الحشمه وشويه نتاع الخوف. البنت الا خرجت وبينت المفاتين نتاعها، الاطفال نتاع الشارع غيبداو يسبوا فيها ويعايروا ويقدروا يرجموا يضربوا عليها بالحجر. كذلك كنت خاف يخرج فيها شي مجرم ويختطفها، يجيب لها شي مضى ويديها معاه. كانت الانسانه البنات اللي خارجين الطريق معروفين على رؤوس الاصابع، فلانه في الحومه الفلانيه، فلانه في الحومه الفلانيه، معروفين. ماشي فحال الان ما بقيناش كنعرفوا احتراماتي بنت دارهم مع بنت الشارع. البنت واخا تبات برا الان ما كاينش اللي اديها وما كاينش اللي يديها حتى فيها، لانه الفساد كثر. الناس هاد الشيء هذا طلع على فراسها. كان الانسان يتمنى يشوف غير الصيقان نتاع بنت ولا مراه، ما يشوفهمش. بنت خارجه الطريق كتخرج لابسه جلابه نتاعها حتى كتبعد من الحومه نتاعها مشى الملها او شيء من هاد الاشياء، عاد كتقلع الجلابه وتبقى اللباس اللي بغات هي. يعني الوقت اتبدل الاخوه والاخوات صراحه. زائد الان كنشوفوا الشرطه صراحه، الدائره 23 طروازيام الاونزيام زمتوا الشفاره والتجار المخدرات اللي كنحييهم خنقوا مدينه فاس. صراحه فاس اتخنقت، بقاش داكشي اللي كتعرفوا الاخوه والاخوات. والقضيه نتاع اليوم قضيه زوجة الشرطي الخائنه. علاقه هي علاقه سباعيه على ما اظن، ماشي سداسيه. بدون اطاله ندخلوا في قضيه وقصه اليوم. القضيه نتاع اليوم غادي تمشي بينا المدينه فاس، عند واحد السيد اللي الاسم نتاعو رشيد. رشيد كبر في وسط عائله محافظه، اقرا وكان مجتهد وكان كيجتهد حتى هو في الدراسه نتاعو. كانت الامنيه نتاعو يولي شرطي. بالفعل اقرا وتوظف ولا شرطي. كان داير علاقه مع واحد البنت، كان كيهضر هو وياها، كيتباغاو مع بعضياتهم. من بعد ملي شد الوظيفه وخدم واحد 3 ديال السنوات، اتقدم لهاد الانسانه وتزوج بها اللي الاسم نتاعها خديجه. تزوجوا على سوء، خطبها من والديها، داروا تركاب الخاتم، دفعوا الصداق، من بعد داروا العرس وتزوجوا. خديجه هي ورشيد ما كانوش كيتفاهموا. في البدايه ديال الزواج انتوما كتعرفوا كتكون شي شويه القضيه صعبه، الانسان خاصو يصبر، لا من الزوج ولا من الزوجه. خاص الصبر يتقاسموه. انسان ماشي تبع ديك هضره زوج، يعني الانسان خصو يصبر، ضروري من الصبر. رشيد كان دائما هو المشاكل هو وخديجه. خديجه كانت مره كتمشي غضبانه لدارهم، رشيد كيمشي كيردها ويبدا يرغب ويساعد الامور ويرجع الزوجه نتاعو لانه كان كيبغيها لاقصى درجه. واحد النهار مع جويه 8 ديال الليل، هادشي كنقول لكم هاد القضيه قديمه، شي 99 98 بحال هاك 97، المهم ما بين 97 وال 2000. من مور المغرب مع ديك جويه 8 رشيد وقع له خلاف هو والزوجه نتاعو خديجه، خلاها في الدار وخرج. عن شرب قهوه ولا يبدل الجو. من بعد ملي رجع للدار ما صابش الزوجه نتاعو، فين مشات ما نعرف. ما كانوا ديك الساعه لا هواتف نقاله لا والو. رشيد مشى لعند الوالدين نتاع الزوج عند نسابو، ما صابهاش. مشى لعند الاهل نتاعو هو، ما صابهاش. مشى لعند العائله ديال الطرف، العائله ديال الزوجه نتاعو خديجه، العائله باكملها، ما لقاش الزوجه نتاعو. مشى لعند العائله ديالو،
ما صابش الزوجه نتاعو، بحال سرطتها الارض. رشيد هنا شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يبلغ على الاختفاء نتاع الزوجه نتاعو، غادي يديكلاري لهم بانه الزوجه نتاعي خليتها داخل المنزل، وقع انا وياها واحد الخلاف عفوا، واحد البتي خلاف، شي صداع ما كان فيها لا ضرب لا جرح لا والو، مشادات بالهضره، كلام مع بعضياتهم وصايي. قال لهم يا ودي انا راه خرجت خليتها في الدار، ومن بعد ملي رجعت للدار ما صبسهاش. فين مشات؟ الشرطه اللي دار عندهم المحضر ديالو، او الرئيس ديال المنطقه اللي دار عنده المحضر، غادي يقول له انت قلبتي في العائله نتاعك باكمل تكون، مشات عند العائله ديالك او العائله ديالها، قال لهم يا ودي السيده مختفيه، راه ما كتواجد لا عند عائلتي ولا عند عائلتها. الشرطه هنا غادي يديروا، غادي تولي لاراف خدامه الليل، غادي تولي المصالح الامنيه ديال مدينه فاس غادي ترسل لهم برقيه بانه واحد السيده الزوجه ديال الشرطي الفلاني راه تختفات، ياك ما تقدر تكون خرجت ترتكب فيها شي جريمه او اختطفه او شيء من هذه الاشياء. لاراف بيتها كدور على فاس كامله، فيما كان شي بنت وشي ولد كيمشيو كيلقاو عليه القبض، فيما كان شي راجل غادي هو ومرته كيمشيو لعندو كيحقوا معاه واش مرته ام لا. يعني فيما كان شي ولد وبنت فخصهم يحقوا معاهم ويعرفوا ويتاكدوا بانه ديك البنت ديك السيده ماشي هي الزوجه نتاع رشيد، شي مراه هي وراجلها، هذا الراجل هذه المراه هذه راه ماشي هي الزوجه نتاع رشيد، كيتاكدوا الخدمه نتاع بصح، كل الاجراءات كدار لانه هذا اختفاء. كذلك ملي كتكون اختفاء ديال زوجة شرطي فراه ضروري خاص اجراءات خاصها دار، خاصو يبحث، خاصو يكون تعميق البحث في هذه القضيه. دابا غادي نهضروا على السيده اللي هي خديجه. ملي خرجت من الدار ديال الزوج نتاعها تمت خارجه في الشارع كتلاقى مع واحد المجرم. هذا المجرم وسيم، لابس نقي في الوجه نتاعو، نقي كيتبان ولد عائله. حكات له الظروف نتاعها، قلت له يا ودي انا راه وقع لي خلاف مع الزوج نتاعي، والان راني خرجت وما عرفت فين نمشي، غادي نمشي لعند العائله نتاعي غادي يبداو يخاصموا عليا، غنمشي لعند العائله ديالو غيبداو يخاصموا عليا وغيردوني للدار. دابا انا راه تلفت ما عرفت فين نرجع، ما قديت، جيت نبقى ما صبرت. هاد الشخص هذا غادي يقول لي يا ودي انت متزوجه، حكات له التفاصيل كامل، قالت له انا الزوجه نتاع شرطي، ها كيفاش وها كيفاش، على ما اظن دابا ارجع ضابط. غادي يقول لي هاد مجرم انت ما خصكيش تضيعي راسك، ما خصكيش تضيعي المستقبل نتاعك، وانت مزوجه بشرطي ووظيفه وما يخصك معاه حتى شي خير، وما غاديش تلقاي ما احسن من شرطي، وهذه فرصه عطاك الله واحد الخبيزه خصك تحتفظي بها، وما خصكيش ديري كيما هاك. دابا يلاه معايا، قعدي معايا واحد شويه على ما ترجعي الذاكره نتاعك وتفكري مزيان، وديك الساعه الطريقه اللي عجباتك سيري معاها. بغيتي ترجعي لدارك رجعي، بغيتي تمشي لعند الوالدين نتاعك سيري. السيده خديجه امنت هذا الانسان، مشات معاه، بقى زيد كيسمرها بالهضره بالكلام الحلو. الدري كيتبان انقي وسيم على وجهه، ساقت فيه، دارت فيه الثقه، زيدي من هنا زيدي من هنا حتى كيصدق خارج بها، بحال دار لها السماوي ولا دار لها الطلامس او لا التعمات، خطا واحد او بسيط كيخرج على بنادم وكيدمر له الحياه نتاعو، كيقلب له الحياه نتاعو اسفاها على علاها. كتماشى معاه زيد منا زيدي منا زيد منا حتى كيدخلوا في واحد الظلمه، حتى كيصدقوا في واحد الواد ما عرفت راسها باش تبلات. في داك الواد كيوصلوا تما كيصيب رشيد 5 ديال الاشخاص قاعدين في داك الواد، وهذا الواد اللي كنسميوه معروف واد المالح.
معروف واد المالح معروف في مدينة فاس، والمتابعين أبناء مدينة فاس اللي في الديار الأوروبية واللي في المغرب كاع غادي يعرفوا واد المالح. ومعروف واد المالح باش عنده واحد الشبهة، راه معروف واد المالح الإخوة والأخوات. السيدة ما عرفتش راسها تا كتصيب مع، كانت هي واحد تا كتصدق مع 6 وهي السابعة. دوك ال5 ديال الأشخاص قاعدين كيشربوا، تبان ليهم صاحبهم كيعرفوه، صاحبهم المجرم كيعرفوه، تبانت لهم إنسانة وسيمة زوينة على وجهها، مازال صغيرة، يلاه تزوجت ما عندها لا ولد لا بنت، تبانت لهم دجاجة بكامونها، أو قاعدين عمروا راسهم عمروا راسهم. هاد المجرم بين لها الصورة نتاعو الحقيقية، بأنه راه ماشي ديك الصورة اللي كتوقع على راسها وسيم ونقي ولابس نقي، فهو عنده سوابق عدلية ومن أخطر المجرمين. غينوض غادي يتكرفص عليها بالمعنى اللي راكم فهمتوا. ملي غادي يتكرفص عليها قدام الأصدقاء نتاعو، غادي ينوض واحد آخر غادي يتكرفص عليها صاحبه، ما بغاتش، عيات لا مع المجرم الأول اللي كان معاه، عيات ترفض، لكن ولات مغلوبة على الأمر نتاعها. غينوض يتكرفص عليها شخص اخر عاوتاني بالسيف وبالقوه، غيسالي من هذاك غينوض شخص اخر. حنا وصلنا دابا ل3 ديال الاشخاص، حتى السيده سخفت، عاقله على 3 ديال الاشخاص اللي تكرفصوا عليها. ملي غادي يساليو دوك الثلاثه هذا غادي ينوضوا يدابزوا مع بعضياتهم. غادي ينوض شخص، غادي ينوضوا دوك الثلاثه غادي يهزوها وغادي يهربوا بها، هزوها مرابعه، كل هز من يد، من اللي هز من الرجلين، اللي هز من اليدين، وغادي يهربوا بها وغادي يتكرفصوا عليها كذلك. غادي يطلقوها، غادي يساليو منها وغادي يطلقوها. ملي غادي يطلقوها غادي ترجع، يبقى داك اللي كان معاه في الاول المجرم الوسيم اللي عنده الجرم في العقليه نتاعو. راه الناس شحال هادو كانوا مجرمين وكيلبسوا انقيين ما تحلفش عليه مجرم، لابس سيرفيط 1500 درهم ولابس برديله بال1000 درهم والكاسكيط 300 درهم ولا 400 درهم، تقول هذا الانسان بواه ما عرف شكون هو، ولكن هو غير سرقه او تجار مخدرات او نصب او احتيال، او كيديروا يجبدوها من الجياب ديال عباد الله، يعني لا خدمه لا ردمه، وكيلبسوا انقي. غادي تولي لعندو وغادي يشدها بيتين الليل كامل حتى صباح الصباح، الليل كامل بيتا حالة يرثى لها. السيدة كانت بخير وعلى خير، وقع لها خلاف مع الزوج نتاعها، خرجت من الشارع، الاخر وصل عليها السلام عليكم عجبتيني بغيت نهضر معاك، ترخات ليه، طمعها او شيء من الاشياء، عجبها، قال غلق على دماغها، داها، داك الشيء ما كانش غتوقع هاد القضيه، او لا كانت غادي تتوقعها، انا لا ادري. الا غدا في الصباح الاخوه والاخوات مع ديك جويه 8 ديال الصباح كيطلعوا من واد المالح وغادي يدخلوا الحي الشعبي، غادي يتموا ماشيين، فاس مقلوبه، كلشي كيقلب، فاس تروعت بالمخزن، احياء الشعبيه كلها فيها المخزن كيقلبوا على السيده، اختفات في ظروف غامضه. يعني راه كيما بغى يكون ديك الساعه المجرم فين ما كان غادي يجبدوه، وخا يطير ولا ينزل وخا يدخل الكرش ديال مو غادي يجبدوه. واحد الساعه الاخوه والاخوات لا راف في الصباح كتقلب، الشرطه كيقلبوا فين ما كانت، كما قلت لكم فين ما كانت شي بنت وولد كيلقيو عليهم القبض، كيديهم اما يحقوا معاهم كيبيتوهم ولا غدا عاد كيطلقوهم. يعني ديك الليله كانت كحله، ليه دايز غير دايز هو وختو كاع غادي يمشيو يحقوا معاه الشرطه، غير هو وختو دايز، هو وامو كاع غادي يمشيو يقولوا ياك ما تكون هذه فلانه، لان القضيه صعبه. واحد الساعه دايزه لا رافت كيخرجوا فيهم، كيلقيو عليهم القبض، كيطلعوهم السطافيط، بداو كيحقوا معاهم في السطافيط، شكون شنو سميتك انت، شنو سميتك انتي، انا سميتي فلانه، مزوجه ما مزوجاش، مزوجه، شكون الزوج نتاعك، الزوج نتاعي فلان،
الشرطي الفلان صال اخيرا كيلقاو القبض على هذا المجرم، على هذا المجرم، وكذلك السيده خديجه امراه الشرطي اللي كنعتبرها انا خيانه. هذه المراه اللي تخرج من الدار ديال راجلها بلا خبارو وبالليل، فكنتسمى كتعتبر خيانه. هذه كيهبطوهم الاخر المركز ديال الشرطه، اعتقلوهم، اعترفت لهم التفاصيل الكامله. كذلك المجرم كيعترف بالاجرام ديالو، قال لهم انا هاد الانسانه بغيت نديها معايا، حكيت ليها وقلت لها غادي تمشي معايا وغادي ترتاحي، حكات لي التفاصيل نتاعها، قالت لي راني دابز انا مع الزوج نتاعي ودابا راني خارجه وما عرفت فين نمشي، واش نمشي عند عائلتي غادي تكبر القضيه ويوقع الصداع على ان شي 3 الخطرات وانا كنمشي لعندهم كيدابزوا معايا، فدابا انا ما عرفتش شنو ندير. وقلت ليها يلاه تمشي معايا ترجعي الطاقه الايجابيه، ما تبقايش هاد الطاقه السلبيه، يعني تفكري مزيان، ما تضيعيش المستقبل نتاعك. ومشات معايا وهبطتها الواد المالح، انا وياه كنا ناويين غير غادي نقصروا واحد شويه تما، نتهاودوا شي شويه ومن بعد غادي نرجعها تمشي لدارهم. لكن وقع ما وقع، الاصدقاء نتاعي سكرانين، ومن بعد اتكرفصوا عليا واعترف بهاد الاشخاص اللي صابهم تما، هاد الخمسه هو 6، كيعترف بالجرائم ديالو. هو كيتقدم للمحكمه الاستئناف بمدينه فاس، كيتحكم ب6 ديال السنوات. المجرم اللي دا السيده صاحبو اخر كيتحكم ب6 ديال السنوات، اغتصبها صحه وهي كانت تشوف كامل القوى العقليه نتاعها. صاحبو اخر كيتحكم ب6 ديال السنوات. هادو 3 ديال الاشخاص تفرقت عليهم 18 سنه نتاع السجن. كيبقاو لنا 3 اخرين، 3 اخرين غادي تفرق عليهم 9 سنين نتاع 9 سنين نتاع الحبس. 3 ديال السنوات، 3 يعني 9 سنين. السيده خديجه يطلقها الزوج نتاعها، قالت للشرطه بانه انا ما كانش النيه نتاعي غادي نفسد او شيء من هذه الاشياء، هذا ارتكبوا فيا الجرائم بالقوه، يعني بالسيف. قلت لهم يا ودي اجبد عليا المضى، وداني معاه صحه. ملي وصلنا لتحت يعني ولات علاقه سباعيه. حشمت ندير لكم في العنوان علاقه سباعيه، ولكنني درت علاقه سداسيه. 6 ديال الاشخاص دازوا على انسانه، نالوا العقاب نتاعهم. الشرطي طلق خديجه لانه انسانه خارج، ارتكبوا فيها جرائم وخرجت بدون خبار، بلا خبارو. من بعد مشات مع انسان اللي داها الوحوش المفترسه. صراحه انا على ما اظن هذا الحكم اللي تحكموا ب6 سنوات اقليه في حقهم. انا بالنسبه ليا كان خصهم واحد 15 سنه. حتى لهنا الاخوه والاخوات تنتهي القصه ديالنا. اللي عجباتهم ما يبقاش